ازيكم، اخباركم ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده هنروح مع بعض السلخانه. النهارده عيد 2000 وكام؟ 2022. هنروح مع بعض جوله كده في السلخانه على طول في العيد. ومعايا محمد برضو كان معايا في العيد اللي فات. فنروح نشوف ايه. لا هنزل. فنروح نشوف كده لايك بقى واشتراك ويلا بينا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعيد الأضحى 2022 وفلوج جديد. لو انتوا لسه ما تتفرجوا عليا محدش ينسى في الأول كده لايك الفيديو ده واشتراك في القناة أهم حاجة. خلصنا شغلنا ولا نطلع على المذبح أو المجزر أو بلغتنا نطلع على السلخانة. ممكن ناس تستغرب ايه السلخانة دي أو انتوا رايحين تعملوا ايه هناك، بس دي من طقوس العيد بالنسبة لنا. قبل العيد كده بيومين أو 3 بنروح السلخانة. طول العيد برضو بنكون هناك. وصلنا السلخانة كانت الساعة تقريبا 2 قبل الفجر، كان لسه ساعة والفجر يأذن. كان تقريبا نص دمياط هناك. كل الناس بتخلص شغلها وبتطلع على السلخانة على طول. السلخانة عندنا في دمياط فيها عنابر كتير جدا، كل عنبر كده بيكون قدامه تقريبا مش أقل من 20-30 واحد. قلنا نطلع نشوف العنبر اللي فيه العجول، ولقينا تقريبا حوالي 4 أو 5 عجول واقفين مستنيين دورهم. لقينا العجل الأسود ده الناس كلها بتلعب معاه، ولقينا كمان عجل ابيض جوه وبس مغميين عينيهم. العجل الاسود كان اطيب واحد فيهم وكان الناس كلها بتحسس عليه وبتلعب معاه، لكن العجول البيضة كنا بنشوفها من بعيد كده وبنصورهم بس. اي حد بيقرب منهم بيقعدوا ينفخوا ويتنفضوا في مكانهم، فقلنا خلاص ملناش دعوه بيهم. كمان ببص ورايا كده لقيت الناس بدأت تستعد علشان الذبح. لقيت واحد متشعلق فوق، يا رب ما كانش يقع، بس تقريبا بيظبط البلانكات او حاجه. فالناس كلها بتكون موجوده في اليوم ده اصلا، يعني دي من طقوس العيد عندنا في دمياط. برضه اكتبوا في الكومنتات لو انتوا بتحتفلوا بالعيد بالطريقه دي عندكم. قلت ابص بصه كده على العجول اللي كنت شايفهم قبل كده قبل ما يتذبحوا عشان نجهز للمدعكه اللي جايه. يلا بينا نشوف مع بعض.
نفس النمط نفس النمط. خلي بالك اظبط لك بس اجنبي. خلصنا الجولة دي، قلنا نطلع لعنبر تاني. ما كانش فيه غير عجل واحد، وبرضه زي ما احنا شفنا في بقية الفيديو كل الناس متجمعة عند العجل الواحد ده. احلى حاجة في العيد الناس كلها بتكون موجودة في السلخانة، كلهم بيشوفوا الذبيح بيكون عامل ازاي. دي من طقوس العيد عندنا في دمياط. معلش بعتذر لكم لو انتوا كنتوا حابين تشوفوا الذبح او كده، بس للاسف سياسات اليوتيوب بتمنع ظهور الدم في الفيديوهات، فانا كنت عامل بلور كده على الدم والسكاكين والحاجات دي كلها. وبكده يكون الفلوج بتاع النهارده خلص، فلوج عيد 2022. لو عجبك الفيديو ده اكتب في الكومنتات، ومتنساش تعمل لايك واشتراك في القناة اهم حاجة عشان نوصل الفيديو ده لاكتر من 2 او 3 مليون مشاهدة، زي ما الفيديوهات بتاعتنا القديمة وصلت ل4 و5 مليون مشاهدة. وفي الديسكريبشن تحت. اشوفكم على خير ومستني رأيكم.